الشهيد شمس الدين حسن فارس. ولد الشهيد شمس الدين حسن فارس عام 1937 في المقدادية. أكمل دراسته وتخرج من معهد دار المعلمين، وعمل معلما لفترة قليلة، وحصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة علوم فن الجداريات من كلية العلوم التطبيقية في موسكو، وحاز على وسام شرف من الكلية، وله جدارية في القفقاس وأخرى في جامعة لونغا. وبعد عودته إلى العراق عمل أستاذا في أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد. أقام الشهيد عددا من المعارض التشكيلية داخل البلد وخارجه. وفي عام 1980 اعتقل الشهيد من قبل المنظمات القمعية للنظام البعثي السابق دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه، ولم يعرف ذووه أي خبر عنه إلا بعد سقوط نظام البعث عام 2004، حيث ظهر اسمه بين أسماء الشهداء المعدومين، وتبين أنه استشهد بتاريخ 7 آيار 1983.